النهارده رايحين الجيم جود لايف فيتنس. النهارده بجد هيبقى يوم جامد جدا. هناخدكم معانا في الورك اوت انا وابراهيم مرسي ده اخويا، و هنوريكم يعني اتنين عندهم هدف، عايزين يوصلوا اللي هم عايزينه، بيشتغلوا على نفسهم وبيحبوا البنات. بيشتغلوا على نفسهم ويروحوا الجيم عشان يجيبوا احسن بنت مصرية. وبطل كلام بقى يوسف، يلا ندخل في فيديو. احنا دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ احنا دلوقتي بقى هنتكلم بقى بجد. احنا رايحين الجيم ده بالباص، كنا عايزين نتكلم معاكم على اهمية ان حد يبقى معاك في الجيرني، حد يعمل لك سبورت، يعني زي حد صديقك، اخوك، حد بنفس التفكير، حد من نفس التفكير. اهميته في اللي انت بتشتغل على نفسك. فانت شايف ايه يعني؟ لحد اللي هو حد يبقى معاك ده مهم. اكيد طبعا. مثلا انا جيت كندا شهر واحد من 8 شهور كده ولا حاجه، 9 شهور او من 8 شهور ونص. كنت لوحدي مثلا 7 شهور او 6 شهور ونص. لا كان الموضوع صعب جدا. انا مفيش حد في المدرسه، محدش من صحابي، محدش عنده نفس التفكير بتاعي خالص. فيعني هي علمتني طبعا حاجات كتير كنت محتاج اقعد لوحدي. بس انت لما جيت والله حياتي اتغيرت مثلا 360 درجه. مش بسيط بقى والكلام ده وحاجات كتير دي، بس بجد فعلا هو فعلا يعني حد اعرف اكلمه في وقت اللي انا يعني داون فيه او اي حاجه طبعا لازم. بس انا بصراحه اتفق معاك يعني يا ابراهيم. شايف ان انا بتكلم بالطريقه دي، بس يعني انا متفق معاك اللي هو حاجه مهمه جدا. وانا برضو لما انا كنت في مصر لوحدي من غير اخويا، عشان انا ده اخويا يعني اخويا بجد، يعني عايش معاه طول حياتي. يعني من غيره فهمت بقى قيمه الواحد اللي هو يساعدك واللي هو يعني يبقى جنبك، انت تكلمه ويبقى فاهم تفكيرك. لا انت ممكن تكون بتشتغل على نفسك وتتدرب كل يوم وتشتغل على البيزنس بتاعك، تشتغل على المشروع بتاعك، تروح المدرسه تجيب درجات كويسه. انا كنت بعمل كل الكلام ده، بس برضو كان بيجي فتره خايف وقلقان، ما عنديش حد اكلمه وهيعرف اللي يقول لي اعمل ايه. نفس الحاجه برضو. فمهم لازم تلاقي حد. طب تفتكر انا عانيت بصراحه ان انا الاقي حد في سني. احنا مثلا ربنا ادانا ان احنا اخوات، في ناس ما عندهاش اخوات. ايوه لا، ما انا عندي واحد من صحابي اسمه عمر، نفس التفكير نفس كل حاجه، هو في مصر وانا عندي بيزنس معاه اصلا، وبيكلمني تقريبا كل يوم نعمل ابديت مع بعض. عامه احنا بنتكلم عن البيزنس، بس حتى قبل ما نبدا البيزنس هو الوحيد من صحابي اللي كان بيكلمني اتليست مرتين في الاسبوع. الوحيد. كلهم في الاول كانوا بيكلموني مره في الاسبوع، وبعد كده مره في الشهر، وبعد كده بطلوا يكلموني خالص. هو كان في 2 بس اللي بيكلموني، واحد اسمه عمر، واحد مش هقول اسمه، بس الباقي بجد يعني عاملين فيها. كانوا بيسالوا مثلا كل فين وفين، شو يا عم صحابي وحبايبي كل حاجه. بس لما جيت هنا خلاص عملت لي فن مين اللي فعلا ممكن اقضي معاه طول حياتي، ومين اللي خلاص يعني حطيت كل حد في مكانه. انا رايي عن الموضوع ده اللي هو انا كنت فاكر اللي هو العلاقات اللي اونلاين هي مش علاقات اللي هو واحد لواحده لا زي اللوزرز دول. لا بس علاقات اللي هو ايه، مثلا بتعمل تكستنج حد او حد مثلا بتكلمه فيس تايم، كنت فاكرها اللي هي كرنج، يعني كنت فاكرها اللي هي مش بتساعد قوي. بس هل هي ساعدتك؟ والله هي ساعدتني انا، بس انا بجد يا يوسف والله انا مش عارف مين اللي بيعمل القوانين، هي كرنج هي مش كرنج. انا عايز اعرف مين اللي بيفضل يقول الحاجات دي بجد. يعني هي فعلا هي كانت صعبه جدا، بس انا طبعا راجل ممكن الوقت ما تقلقش. ما انت جامد، انت احسن مننا كلنا. بس هو لا. يعني هو انت السؤال اللي هو حتى لو اونلاين هتساعد، مش لازم تبقى فيس تو فيس. دلوقتي هنعمل تحدي، هنشوف مين اكتر اقوى اخ شولدر بريس على الجهاز ده، تمام، او عبار يعني. وبعدين اللي هيكسب هو اللي هيسأل الاسئله. احنا اتعادلنا، فاحنا الاثنين هنسأل الاسئله بقى. طب سؤال بقى ليك يا ابراهيم، انت لما كنت في مصر انت ما كنتش جسمك كويس، انت كنت مثلا معصعص يعني شويه. كنت رفيع. كنت رفيع، تمام.
وبعدين انت لما جيت كندا ما شاء الله بنيت جسمك كويس. ايه مثلا 3 حاجات مثلا حد يتعلمهم منك، حد لسه مثلا عنده 14 15 16 او اكبر حتى، اللي هو يحسن من جسمه ويغير من جسمه، عشان دي اكيد حاجه اديتك ثقه في نفسك وحسنت حياتك بطريقه يعني. ايه بقى قولي. فهنتكلم على 3 حاجات. اول حاجه عملتها اصلا قبل ما اسافر كندا باسبوع، كتبت حاجات انا عايز اعملها في 2025. اول واحده كتبتها كنت اللي انا عايز اوصل ل 66 كيلو وابقى شكلي جامد. يعني عندي 66 كيلو وانا كنت 56، يعني كنت محتاج ازيد 10 كيلو. انا اول سبب عملت كده ان انا كنت حاسس ان انا يعني حجمي صغير، وانا من النوع اللي انا ما بحبش ابقى فيكتيم اللي هو ابقى يعني مش عارف اشرحها ازاي، يعني حاجه صغيره كده فاهم. حاجه صغيره كده. انا دايما عايز ابقى قوي، عايز يبقى شكلي قوي، مش عايز ابقى شكلي ضعيف. فاول حاجه كانت تو دو ليست يعني. ايوه طبعا التو دو ليست. ثانيا اللي انا كنتش عايز ابقى شكلي ضعيف او ابقى ضعيف، فكنت عايز ابقى شكلي يعني يبقى عندي حجم كده، ما ابقاش عامل زي الناس اللي حواليا، كنت عايز زي افرق عن الناس. وثالثا يعني صراحه يعني عشان ما كنتش عايز حد يستقوى عليا عشان هو يعني شكله اكبر مني او شكلي صغير فابقى زي تارجت. يا يوسف انت ليه بدات فيديوهات عن تحسين الذات؟ انا بدات فيديوهات وانا عندي 17 سنه. في الاول كنت بادئها عشان كنت نفسي ابقى زي ناس معينه، يعني كان في مثلا ناس عندها محتوى اسمها ايمان جاجي، اليكس رموز، ناس اغنياء يعني وعندهم محتوى عن ازاي يحسنوا من نفسهم عشان يوصلوا لهدفهم. فانا كنت في الاول بدات بقلدهم عشان شفتهم مثلا عندهم الحياه اللي هم عايزينها، فقلت اقلدهم وخلاص من غير مثلا هدف. وبعديها نقلت ان انا بحب اعمل فيديوهات، بدات ان انا احب مثلا ان انا اتكلم على الكاميرا، ان انا ثقتي في نفسي زادت. وطبعا لما انا كنت في مدرسه سن صغير بدات اعمل فيديوهات، الناس اتريقت عليا وده حاجه طبيعيه يعني لما انت بتعمل حاجه مختلفه الناس تتريق عليك شويه، وانا خدت التريقه كويس يعني ما خليتهاش اللي هي تخليني اوقف اعمل فيديوهات. ده كان اوحش بكتير. مثلا تخيل انت بتعمل فيديوهات وبعدين حد يشوفها ويعيب عليك وبعدين مثلا تدلت الفيديوهات دي. فانا كنت السنه اللي فاتت اللي هي ثالثه ثانوي كانت اكتر يعني سنه في حياتي حد اتريق عليا. عمري ما شفت حد يتريق اونلاين ويتريق قدام حد بالطريقه دي. ودي طبعا اثرت عليا في الاول شويه، يعني قلت هو ليه انا ما عملتش حاجه غلط، الناس بتتريق عليا على الفاضي وبيقولوا انت مش حدش هيسمع كلامك، انت مين فاكر نفسك اندرو تيت والناس دي. بس انا خدتها كاني بعمل حاجه كويسه، يعني بدل الناس بتتريق بدل انا بعمل حاجه مختلفه، انا هيجيلي ريزلتس مختلفه عنهم واعيش حياه هم مش عارفين يعيشوها. فده كان في دماغي، الموقف ده في دماغي. وصلت لدرجه اللي هم الناس بتفضل تقول مثلا تشتم شويه او مثلا تدي كلمتين كده وبعدين مش حاسس باي حاجه، يعني مش حاسس هم مش موجودين اصلا. ففي الاول انت تتضايق شويه ممكن، بس ده كان حلمي وده حلمي ان انا ابقى عندي محتوى وان انا اوصل لهدفي وان انا اعمل فلوس كتير وان انا اعيش حياه تتعاش، مش هفضل اعيش حياه كل حد عايشها ان انا افضل اشتغل في حته انا مش عايز اشتغل فيها، ادرس حاجه انا مش عايز ادرسها، ابقى اعيش فلوس، اسافر في اي حته واعيش في اي حته. بس رجعنا للباي بقى. قول لي يا ابراهيم بقى اكتر حاجه بجد، لا بجد يعني محرجه عملتها او مثلا يعني خليت وشك يحمر مثلا في الجيم يعني في اي حته، يعني عايز تتكلم على الجيم، عايز تتكلم على حياتك وده بجد يعني قول بجد اللي حصل. انا بصراحه مش فاكر اي حاجه، بس فاكر حاجه حصلت لي في الجيم كده من يجي ممكن شهر ونص شهرين او كده شهرين شهرين. كان في بنت كده كنت معجب بيها جدا، كانت شكلها حلو جدا، عجبت بيها، بصيت كده عليها قلت لا ولا شكلها اكبر مني، بس بصيت عليها تاني قلت لا دي حلوه مش مهم اكبر مني اصغر مني لازم اروح اكلمها. فرحت بالانتنشن ان انا عايز اخد رقمها. فرحت حرام على فكره. ماشي حرام. المهم يعني رحت كلمتها قلت لها ازيك عامله ايه، كان هنا في الجيم ده كده كان عندي تريدميل. رحت عملت لها كده من بعيد، رحت عملت لي انا رحت عملت لها كده راحت عملت لي كده، رحت عملت لي كده قلت لها تعالى. فرحنا اتكلمنا شويه وبتاع، لا وكان يعني كان شكلها ريسبتيف يعني كان الموضوع بتحبك يعني يعني عايز تتجوزك درجه يعني يا جو، بس يعني كان شكلها يعني انترست. ايوه. فرحت
قلت لها انت عندك كام سنه بقى؟ قالت لي عندي 25 سنه. وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 17 سنه. عادي يعني. قالت لي انت عندك كام سنه؟ فوشي بقى احمر كده وفضلت ايه مش عارف ارد عليها ولا ايه. فضلت بقى 23 وبعد 23 سنه فضلت تعمل كده وانا بقى فضلت اعرق بقى وبتاع. قالت لي شكلك من عندك 3. قلت لها صراحه انا عندي 18 سنه. كدبت مرتين يعني. كدبت مرتين واحرجت يعني وشي. وبعد كده مثلا بعديها باسبوعين رحت لنفس اللي عجبتني ونسيت بقى. انا كنت ناسي. ما انت بقى بتابروتش بنات كتير وبتتكلم معاهم كتير بقى. يعني انا دلوقتي صح؟ انا كنت عندي هدف ان انا اي بنت تعجبني ما اخافش واروح اكلمها يعني. جدع. ده كان حاجه يعني. فرحت شفتها كانت هنا الراجل اللي كان ماسك بوي وانا كنت طالع هنا بعمل ستريتشر. بعد كده رحت كلمتها وقلت لها شكلك حلو جدا. قلت لها كنت بسلم عليها قالت لي انت كلمتيني على فكره. ايه اكتر حاجه محرجه حصلت لك يا جو؟ ماشي. السنة اللي فاتت في تالتة ثانوي كده اللي هو جريد 12 يعني كنا على آخر السنة كده تمام. وبعدين أنا كان في حاجة عشان إحنا من شباب ايجيبت شوية يعني كنا في مدرسة أمريكية. كان في حاجة اسمها بروم تمام. أنت مثلا بنت أنت معجب بيها مثلا تروح ترقص معاها شوية. فاكر لحد الآن سلوجانز حرام. فمش هتعمل سلوجانز يعني هترقص مع بعض شوية معجبين ببعض كده يعني وكده. انا قلت بقى ايه، انا اصلا كل حد كان بيكرهني في الجريد ده او ممكن يعني كنت انا معروف اكتر واحد معروف بس مش بطريقه كويسه بس اكتر واحد فعلا مشهور في المدرسه. كل حد كان بيفضل يقول لي بتعمل فيديوهات ايه بس بطريقه وحشه طريقه طبعا بنات وولاد. يعني مثلا كان في حد مثلا باجي في الاول كده مش عارف اسمه ايه يفضل يقول ستوب واتشنج بورن مش عارف ايه يعني اللي هو اللي هي حياة الافلام الوحشه. انا كنت عملت فيديو على افلام وحشه وهو شافني وكده. يا عم مش هشتغل عمل كده بس هو فضل بقى يعيدها كتير. فالمهم انا قلت بقى عايز اعمل برومبوز اللي انت تروح مثلا تسال واحده ان انت تروح بروم. والسنه دي ما كانش في حد عمل الحكايه دي. فانا قلت لاخويا قبليها انا اصلا كنت معجب بيها قبليها باسبوع يعني ما عجبتش بيها مثلا حالي يعني فتاه احلامي والنبي ده. كنت مثلا كان في غدا كده كان كل فصل متجمع وكلمت معاها شويه. انا كنت عارفها يعني انا البنت دي انا عارفها بس كلمت معاها شويه معجبت بشخصيتها وهي احترمتني. يعني كل حد كان بيتريق عليا هي ما كانتش بتتريق عليا كانت بتتكلم معايا بطريقه كويسه. ده اللي انا عجبني فيه يعني. ف قلت طب البنت دي شكلها كويس وعارفها شاطره ومش عارف ايه وهي يعني هي شكلها حلو وكل حاجه بس احترمتني يعني يعني ما عيبتش عليا. قلت انا عايز اسال البنت دي تروح بروم ممكن نعرف بعض. هو جت في وقت غلط شويه عشان اصلا انا كنت مسافر كندا وهي تقريبا مسافره حته ثانيه. بس قلت يعني مش مهم يعني خلاص اخر السنه هسالها وكده. طلع الكاميرا شويه كده فوق يا حبيبي ما تعرفش تصور ولا ايه؟ لا يا عم انا باينه يا عم انت عايز يلا. تمام. فرحت عملت بقى برومبوز. قلت بقى كان اخر يوم في المدرسه كانوا جايبين التيشيرتات عمالين يعملوا ساين بقى وكده. انا شفتها قلل الشطه كمل. قبل الشنطه تمام انا شفتها وكده. فقلت بقى الواحد كده انا كنت عارفه نفس الفصل 2 جبت من البارتي بوبرز دول تمام. كنت جايبهم من اليوم اللي قبليه. وبعدين قعدت يعني قلت لهم بقى انا عايز اسال البنت دي وهم الاثنين قالوا لي هتقول لا تمام. قلت يا عم عمال مش مهم تقول لا. فرحت جبت سبيكر برضو شغلت عمرو دياب وجبت الاثنين بارتي بوبرز وجبت بورد. هبقى اوريكم فيديو احط السين كده منه. جبت بورد وكتبت اسمها وبعدين can you go to prom with me yes or no كده. فرحت ظبطت بقى كل حاجه والبنات كلها اتجمعت ومش عارف ايه ودخلنا عمرو دياب وكل حد عمال يسقف وهي دخلت بقى بتجري بقى وكده. هي قالت تمام هي قالت بس هو كان الموضوع مش مفهوم شويه. الموضوع كان الناس فاكراه هزار. فهي قالت وبعدين انا كنت عايز اعرفك يعني عايز مثلا ان انا اطلع شويه. ف بعت لها قلت لها كده وبعدين راحت هي قالت انا كنت فاكره ده هزار ومش عارف ايه. قلت فمش عايز اوديك مثلا اعودك على مثلا اوريك مثلا حاجه اسمها ايه كلمه يعني افهمك حاجه. انا مثلا من الاخر قلت لها ما بحبكش يعني من الاخر يعني الدغري يعني. فانا احترمت كده يعني انا ماليش اي مانع حد ما يحبنيش.
وقالتها على طول، مثلا ما استنيتش مثلا اسابيع او مثلا فضلت تقول ماشي ما عادتش تلف يعني. ما عادتش تلف وتدور. انا غيرتها. بس هو الموضوع بقى ايه بقى؟ هي صورت السكرين شوت دي، انا ما قلتلهاش حاجه، انا قلت لها نعرف بعض، ما قلتلهاش مثلا حاجه كرينج وكريبي بقى وكده. رحت هي عملت سكرين شوت، اكيد بعتتها لصاحبتها تمام، وبعدين صاحبتها جيرلز جروب شات جيرلز جروب شات بقى وسناب شات والخرا ده. وبعدين راح هو بقى حد عمل سكرين شوت دي وبعتها لكل جريد، كل الدفعه، ما كل الدفعه عارفه ان انا عملت برومبوزل دي اول واحد في المدرسه يعملها وكده مش عارف ايه، وفي ناس قالتني بعديها بقى وكده. ف عملت كده وبعدين هي قصدي بعت كل حد. وبعدين انا ما كنتش عنديش سناب شات فما كنتش عارف الحاجات دي بتحصل اصلا. رحت لقيت حد غريب كده من مدرسه ثانيه بيكلمني، انا اسف يا ابني والله، اسف على ايه؟ اسف. قالت لك لا عملت فيا كده برضه قبل كده. عملت مين هي؟ وعملت انت ما شفتش اللي حصل؟ راحت قال لي بقى المسج هي اللي هي بعتته لي اللي هو لا يوسف مش عارف ايه، بعت كل حد. وانا بصراحه برضه ما اتضايقتش، بس دي كانت احرجتني كده، حسيت انا محروق، ايه اللي انا عملته ده وايه اللي حصل فيا ده. بس لا، بس انا صراحه يوسف شايف ان ده عادي، هما بس الناس يعني مش عايزه اغلط فيها، هي عاديه وتمام وكويسه وزي الفل، بس عادي كده. ساعات في ناس خصوصا البنات يعني وساعات اتنشن جوبلينز، فاهم؟ اتنشن جوبلينز او هي مش عارف، انا شخصيا ما اعرفهاش فمش هينفع اعمل مش هتكلم عليها. انا مش بس بعمل ايوه فجاه كده فاهم، عادي يعني. مش لا هي كل بنت في مكانها كانت هتعمل نفس الحاجه. بالظبط. لا هي بتبقى مسجز غلط مثلا على النت والحاجات دي، اي حاجه ممكن تتبعت لحد، يعني مثلا في ناس بتصور عيانه وتتبعت لكل حد بقى ومش عارف ايه. فمسج مني انا بعت كده، ده حاجه طبيعيه، احنا في هاي سكول، احنا في ثالثه ثانوي عادي، العيال عايزين دراما في حياتهم. فانا ما اتضايقتش، وانا اصلا كنت كينج اوف دراما بتاع السنه دي، مش بطريقه كويسه يعني، بس دي اكتر حاجه احرجتني شويه يعني او ضايقتني. يعني قبل ما تقول يا يوسف اللي بنت لا دي شي سبيشال او اي حاجه، هو ما قالش كده يعني. عامه يعني قبل ما تقول اللي البنت دي، مش عارف لو انتوا شايفيني ولا لا، قبل ما تقول اللي البنت دي سبيشال او اي حاجه يعني ممكن، بس موست بروبلي هم كلهم يعني كلهم نفس يعني بيفكروا بنفس الطريقه، يعني مش حاجه وحشه، بس يعني ما تفضلش اللي انت تحب وتقصص على واحده كده وتقول هي مختلفه. هي معظمهم بيفكروا بنفس الطريقه بس. لا يعني هو انت راجل، انت لازم تعود حد يقول لك لا، يعني انت مش عادي يعني. انت لو حد بيقول لك لا معناها اللي هو انتوا مش متفاهمين، بس انتوا مش هتفهموا بعض. لا انت اكيد مش تبقى عايز حد ما بيحبكش زي ما انت بتحبه، ويعني احساس وحش. لان لو انت بقى نيجي بقى انت لازم تقرا كتب بقى الديتنج وحاجات دي حاجات ناس غريبه بنقرا الكتب دي، بس هو انت اكيد مش هتبقى عايز حد ما بيحبكش اكيد. وهننهي بقى فيديو بقى خلاص كفايه، ده اول فلوج لينا، واحنا هنبقى موست برودرز وهنبقى اكتر ناس مشاهير. انا بس اللي باين دلوقتي الناس مش شايفه، اكتر ناس مشاهير في ميدل ايست، الشرق الاوسط. ده مش هزار على فكره، احنا هنبقى الشباب هيبصوا لنا، الشباب هيبقوا عايزين يبقوا زينا من الاخر، عشان احنا هنعيش الحياه اللي احنا عايزينها، نبقى اغنياء، كل حاجه هتحصل، وده مش هزار، ده بجد. السلام عليكم.